عمر جدي أكبر من السعودية. بالأمس استمعت إلى مسكين مصري وهو يتكلم أمام طلابه ويشرح لهم عن تاريخ مصر و7000 سنة وإلى آخر، ثم ختم الفيديو بقوله: عمر جدي أكبر من السعودية. أتمنى صادقا أن يصل إليه هذا المقطع الفيديو، ولكل أخ مصري وأخ يمني وأخ سوري وأخ عراقي وأخ سعودي أيضا، أتمنى أن يصل الفيديو إلى أكبر عدد ممكن. لذا من يرى هذا الفيديو فضلا لا أمرا أعد نشر الفيديو. رقميا قد يكون صادق هذا المصري، ولكن بإمكان أخ سعودي أيضا إذا أتى يتكلم عن الأجداد يقول لك جدي عمرو بن العاص وانتهى النقاش هنا. ولكن رقميا أيضا بإمكان أحد آخر ممن يعبدون النار يأتي إليك ويقول لك إبليس خير من محمد، كون إبليس خلق قبل محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنوات. هل يمكنك أن تنكر هذا؟ رقميا كلامه صحيح، لأن إبليس خلق قبل محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنوات. ولكن دينيا الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل والتقوى والقلب وطهارته هو المعيار الحقيقي الذي يرفعك أو يخفضك. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نهانا أن نسب ما يعبد من دونه مخافة أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوانا وظلما. وأنت لما تأتي تسيء إلى دولة بأكملها لا تلوم أحد إذا جاء يسيء إلى دولتك بها. يا أخي بإمكانك أن تأخذ أي حجرة كذا وتتكلم عن تاريخها وعن حضارتها وتقول هذه الحجرة داس عليها عمرو بن العاص والبيزنطي والمملوكي والإكسندر وغيره، وتتكلم عن الحضارة العظيمة التي قامت في بلادكم بدون ما تسيء إلى أي بلد، بدون ما تسخر من بلد آخر. لأنه دائما وأبدا في مثل يقول: لا يستنقص من أحد إلا ناقص. بإمكاني أنا أن أفخر باليمن وأفاخر في بلدي، ولكن لا يمكنني أن أسخر من بلد آخر. وختاما سيظهر هذا المتكلم في فيديو آخر بعد ما ينتهي الترند ويصبح مشهور آخر ويقول: أنا كان كلامي غلط وأنتم فهمتوا غلط. وممكن يقول أن جدته كان اسمها السعودية وتزوجها جده وهو أكبر منها سنا، ولذا هو كلامه صحيح، ويطلع باعتذاره كذا. والحمد لله اشتهر وصار ترند وبلغ ما يريد.